هذا رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم. انا يعني المعلومات اللي عندي انهم عندهم يعني ملفات على العديد من الاعضاء المكتب التنفيذي للكاف اللي هما على كل حال يجيبوهم من المغرب، يعني يجيبوهم عندهم من المغرب في المغرب ويروحوا في اشياء، في شبهات غير اخلاقيه، وحتى يعني ويصوروهم ومن بعد يهدوهم ويقوموا يعني بالابتزاز. يعني هذه معلومات يعني اللي جاتني منذ مده. هذا الشيء اللي سمعتيه خطير بزاف وخاصكم تبارطاجيوه على نطاق واسع. الجزائر كتهم رئيس الكاف والفيفا انهم كيجيو يقصروا في المغرب، وباللي السي فوزي القجع كيجيب لهم الدريات وكيصورهم في وضعيات غير اخلاقيه، وسموا رئيس الكاف بدمية القجع. هذه الاتهامات الخطيره من طرف الجزائريين والاتحاد الجزائري خاصة توصل رئيس الكاف والفيفا حالين فمهم كيف العاده ومشرقينو، وكيتهموا رئيس الفيفا والكاف اتهامات خطيره، وكيتهموا القجع انه شاد عليهم فيديوهات ومصورهم في المغرب. وهاد الاتهامات كامله اللي كيتهموا الجزائري رئيس الكاف والفيفا والقجع ما عندهم حتى شي دليل عليها غير بالفقصه وبالحقره اللي دار لهم المغرب ونهضه بركان. حماقوا تفقصوا وجهلوا على السي فوزي القجع ورئيس الكاف والفيفا. غير ما كاملاش دابا اسبوع رئيس الفيفا والكاف كانوا في المغرب وتلاقاو مع السي فوزي القجع وحضروا النهايه ديال الفوتسال. الغيره، الحسد والحقد ديال الجيران اللي حشرنا الله معاهم في الجوار الزريبه، حيت رئيس الفيفا عنده المغرب وجهه مفضله وديما كيجي ليها وكتجمعوا صداقه مع فوزي القجع. وعاد زيد بقوه التظاهرات الكثيره اللي نظم المغرب مؤخرا خلات رئيس الفيفا يولي غادي جاي للمملكه المغربيه. ترى من كاس افريقيا 2025 اللي غادي تنظم في المغرب، والامه المغربيه غتبقى تنظم في التظاهرات حتى لكاس العالم 2030. المغرب غادي يبقى ينظم في التظاهرات والجزائر تعاقب وتقسم التظاهرات، والفضل كامل كيرجع لخريطه المغرب اللي ولات البوغطات ديال العصابه اللي كتحكم قصر المراديه كامله. خريطه المغرب اللي كيكحلوا بالعمام اللي كيشوفوها الاعوام اللي جايه غتهز وغتبان كتر. خريطه المملكه المغربيه ترحب بالجزائر. اما بخصوص هذا الفيديو اللي فيه كيتهموا رئيس الفيفا ورئيس الكاف، خاصكم تبارطاجيو على نطاق واسع. هذا الفيديو بالضبط خاصو يوصل رئيس الكاف والفيفا شخصيا. اول حاجه دير ملي تشوف هذا الفيديو تبارطاجي على مواقع التواصل الاجتماعي وتضغط على زر اللايك